اهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من قناة عظماء غيروا التاريخ. في الحقيقة ان قصة النهاردة فيها اكتر من عظيم، وعشان نتكلم على كل واحد فيهم يبقى محتاجين حلقات كتيرة، وان شاء الله اوعدكم بده قريب جدا. علشان ما اطولش على حضراتكم ندخل في الحلقة على طول، بس يا ريت قبل ما نبتدي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. معركة اليرموك بتعد من اعظم المعارك اللي خاضها المسلمين في تاريخهم، لأن المعركة دي كانت سبب في تغيير خريطة العالم الإسلامي كله، وكمان خلت أكبر جيوش العالم يغيروا نظرتهم للإسلام والمسلمين، وكمان يعيدوا حساباتهم في خططهم العالية وطريقة تنظيم جيوشهم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت قبائل كتير ترتد عن الإسلام، وده مثل خطورة على الإسلام والمسلمين. ولكن سيدنا أبو بكر جهز الجيوش وقدروا ان يتصدى للقبائل دي ويهزمهم في معارك كتير جدا. ولكن كان الاخطر ان في قوتين عظمتين متربصة للمسلمين، وهم الفرس واللي كانوا بيحكموا بلاد العراق، والروم ودول كانوا مسيطرين على الشام. ولكن سيدنا ابو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لحضراتكم ان قدر ينهي على حروب الردة بمعارك ضارية. بعد كده ارسل الجيوش بقيادة سيدنا خالد بن الوليد لبلاد العراق، واللي قدر سيدنا خالد ان يهزم الفرس في اكتر من معركة لغاية ما خضعت العراق للمسلمين. اما بقى في بلاد الشام فكان سيدنا ابو عبيدة بن الجراح ومعاه كتير من الصحابة زي سيدنا عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وعكرمة بن ابي جهل وكتير من الصحابة العظام، وقدروا انهم يفتحوا فلسطين وحمص ودمشق بعد ما دخلوا مع الروم في معارك الى حد ما كانت معارك صعبة، ولكن ما كانتش زي المعارك اللي خاضها سيدنا خالد بن الوليد في بلاد العراق. وفي الوقت ده اتوفى سيدنا ابو بكر وتولى الخلافة سيدنا عمر بن الخطاب. وفي الوقت دوت كان هرقل بيجهز جيش للروم، وكان بيبلغ قوامه من 170 ألف ل 220 ألف مقاتل، وكان القائد بتاعه اسمه هافان. وأول ما وصلت الأخبار لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح اجتمع بالقادة، وكان الرأي الأخير في الاجتماع هو اللي قاله سيدنا شرحبيل بن حسنة، هو إن المسلمين ينسحبوا من المدن اللي فتحوها ويتجمعوا كلهم في مكان واحد علشان يقدروا يكونوا جيش يقدر ان يتماسك قدام جيش الروم. وفعلا وافق سيدنا ابو عبيدة بن الجراح على الاقتراح ده، وبعت لسيدنا عمرو بن العاص ان ينسحب من فلسطين بقواته ويقابل باقي جيش المسلمين في منطقة اليرموك. وامر سيدنا ابو عبيدة ان يتم رد الجزية اللي اخدوها من اهالي البلاد، لان الاتفاق بين المسلمين والاهالي ان المسلمين ياخدوا الجزية مقابل الدفاع عنهم. وتم فعلا تنفيذ اوامر سيدنا ابو عبيدة، وده اللي خلى اهل الشام ينظروا للمسلمين بعد كده بكل احترام. وبعد سيدنا ابو عبيدة لسيدنا عمرو بن الخطاب وقال له على كل اللي حصل، وان هرقل بيجهز جيش ضخم وان المسلمين ما شافوش زيه قبل كده. واول ما وصلت الرسالة لسيدنا عمرو بن الخطاب جهز جيش وارسله لسيدنا ابو عبيدة بن الجراح، وارسل لسيدنا سيف الله بن المسلول خالد بن الوليد انه يقسم جيشه وياخد اكثر الطرق علشان يلحق بجيش المسلمين في اليرموك. وفعلا سيدنا خالد نفذ امر خليفة رسول الله واخد اخطر الطرق اللي ما يمشيش فيها قبله غير اعداد قليلة جدا. وفعلا وصل سيدنا خالد بن الوليد وبدأ في ترتيب الجيش الاسلامي واللي كان عدده حوالي 36 ألف مقاتل. طبعا ما فيش تكافؤ بين القوتين، ولكن الامر كان مختلف بما ان سيدنا خالد هو قائد الجيش. وفي يوم 15 اغسطس سنة 636 ميلادية الموافق 7 رجب سنة 15 هجرية وقف جيش المسلمين بقيادة سيف الله بن المسلول خالد بن الوليد، وقدامه جيش الروم بقيادة هافان، وكانت المسافة بينهم حوالي 2 كيلو. ولكن اختيار سيدنا خالد لموقع المعركة كان اختيار عبقري، فكانت الصحراء في ظهره، ولو حس ان الامر مش لجيش المسلمين هيقدر ان ينسحب بالجيش. اما جيش الروم فكان ظهرهم لوادي ضيق ووراهم منحدر، يعني ما كانش قدامهم غير مواجهة جيش المسلمين. وطبعا هم كانوا شايفين ان عدد جيش المسلمين وتجهيزه مش على المستوى اللي يخلي حد من قادة الروم يفكر ولو لحظة في الهزيمة. ولكن بدأ الجيشين في المفاوضات بينهم واستمرت لمدة اسابيع، ولكن كل ده كانت مماطلة من سيدنا خالد لغاية ما يقدر ان يحكم خطته في النهاية. وقسم سيدنا خالد بن الوليد الجيش ل4 فرق ووزع الرماة على كل الفرق، وعين قائد الميمنة سيدنا عمرو بن العاص ومعاه سيدنا معاذ بن جبل، وفي ميمنة القلب شرحبيل بن حسنة
وميسرة القلب سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. أما ميسرة فكان قائدها يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. أما خالد فكان معاه مجموعة من أمهر الفرسان وكان متحركة، يعني أي فرقة في الجيش تحتاج دعم يكون هو الداعم ليهم. وقسم قائد جيش الروم فهان جيشه بنفس الطريقة، ولكن طبعا مع فرق العدد، فكانت الصفوف في معظم الأحيان ممتدة حوالي من 9 ل 10 كيلو متر، وطبعا دي مسافة كبيرة جدا. وابتدى الجيشين يضيقوا المسافة بينهم، وبدأ المعركة بالمبارزة بينهم، وكانت الغلبة للمسلمين. وطبعا ده بيرفع من روح جيش المسلمين وبيزود الرعب في قلب جنود جيش الروم. وأمر القائد فهان بهجوم تلت جيشه على جيش المسلمين، واستمر القتال في اليوم الأول لغاية ما جه وقت الغروب وانفصل الجيشين عن بعض. وجه اليوم الثاني، ولكن هافان أمر قواته إنهم يهجموا على جيش المسلمين قبل الفجر، ولكن سيدنا خالد كان حاطط عيون ليه قريبة من جيش الروم. وأول ما شافت العيون دي إن جيش الروم بيتحرك بلغوا سيدنا خالد واستعد جيش المسلمين للمواجهة. وطبعا فقد جيش الروم عامل المباغتة، وكانت خطتهم في اليوم ده إن يكون الهجوم مركز على أجنحة جيش المسلمين لغاية ما ينهار أي جيش منهم ويحاصر الجيش ويقضي عليه. ولكن قدر جيش المسلمين إنه يثبت ويتحرك خالد بن الوليد لدعم ميمنة الجيش، وقدر إنه يخلي قوات الروم إنهم ينسحبوا، وتحرك بعد كده الميسرة وقتل منهم أعداد رهيبة جدا. ولكن زادت قوات الروم ضغطها على ميمنة جيش المسلمين مرة تانية لدرجة إنهم انسحبوا للمعسكر، ولكن كان في انتظارهم نساء المسلمين، واللي خلت القوات الإسلامية ترجع وتقاوم قوات الروم. وصمد عمرو بن العاص وفرسانه في الميمنة، ولكن الجنب ده اتأثر جامد لأنه خسر أعداد كبيرة جدا من الجنود. وبعد كده زود الروم الضغط على ميسرة الجيش الإسلامي، وبدأت برضو قوات المشاة إنهم يرجعوا للمعسكر فرين، ولكن نساء المسلمين كانوا أجبروهم على الرجوع للقتال. ولما اتحصل خيالة الجناح الأيسر لجيش المسلمين، نزل سيدنا عكرمة بن أبي جهل من على حصانه وقال بصوت عالي: قتلت رسول الله في مواطن كثيرة وأفر اليوم. ونادى في المسلمين وقال: من يبايع عن الموت؟ ووقف حواليه مئات من المسلمين، واتسمت الكتيبة دي بكتيبة الموت. وهجم عكرمة وجنوده على جيش الروم وقتلوا منهم أعداد رهيبة جدا، لدرجة إن قوات الروم انسحبت لمعسكرها، ولكن استشهد عكرمة بن أبي جهل وكل الجنود اللي كانوا معاه. وهسيب لحضراتكم لينك فيديو حلقة سيدنا عكرمة بن أبي جهل للي ما شافهاش. وانتهى القتال في اليوم ده، وكانت خسائر في جيش الروم كانت فظيعة جدا. وبعد ما خسروا قائد الميسرة واسمه درشان، واللي قتله ضرار بن الأزور. وابتدى القتال في اليوم الثالث، وركز جيش الروم الضغط على الجناح الأيمن واللي قائده عمرو بن العاص، ولكن ضغطوا أكتر على قوات ميمنة القلب واللي قائدها شرحبيل بن حسنة. وبدأ الجناحين في التراجع، ولكن قوات الروم لما بدأت تطارد القوات الإسلامية انفصلت عن باقي الجيش، وده عمل ثغرة في جيش الروم. وطبعا استغل خالد بعد كده الثغرة دي وحاصر قوات كبيرة جدا من الروم وقتل منهم أعداد رهيبة. وقدر عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة انهم ينظموا صفوفهم من تاني ويهجموا على جيش الروم. وانتهى اليوم الثالث وبرضه الغلبة مش لحد، وفهان هيتجنن من صمود جيش صغير قدام الأعداد الرهيبة اللي أرسلها هرقل. ولكن ارتفعت معنويات القوات الإسلامية جدا. وفي اليوم الرابع صمم هافان برضه على انه يركز هجومه على ميمنة جيش المسلمين. وبعد مقاومة خفيفة من القوات الإسلامية ابتدت في التراجع. ولما شاف هافان القوات الإسلامية بتتراجع، أمر باقي الجيش إن يهجم على القوات الإسلامية. وسيدنا خالد كان عارف إن لو تم الهجوم بكامل القوات مش هيقدر يكون الداعم لكل ألوية الجيش في وقت واحد، علشان كده أمر أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة إنهم يصدوا قوات الروم على قد ما يقدروا. وراح خالد بفرسانه وحاصر قوات الروم اللي بتهاجم عمرو بن العاص، وقدر إن خالد يحاصرهم ويقتل منهم أعداد رهيبة جدا. ولكن أمر القائد هافان الرماة إنهم يسووا الأسهم على عيون القوات الإسلامية، ووقعت إصابات كتيرة جدا في صفوف قلب جيش المسلمين. وكان من ضمن المصابين معاوية بن أبي سفيان. واضطر أبو عبيدة وشرحبيل إنهم يرجعوا بقواتهم علشان يخرجوا من نطاق أسهم الروم. وتسمى اليوم الرابع في المعركة بيوم الأعين المفقوعة. وأمر هافان بهجوم شامل على الجيش الإسلامي، ولكن قدرت القوات الإسلامية إنها تصد الهجوم الكاسح ده، لدرجة إن في اليوم ده اشتركت نساء المسلمين في القتال. وانسحب جيش الروم بعد ما تكبد خسائر رهيبة جدا.
ولكن كانت خسائر المسلمين كانت اكتر بالنسبة لعددهم. ولما جه اليوم الخامس للمعركة اتفاجئ خالد بن الوليد ان هافان بيعرض عليهم الصلح، ولكن علشان خالد قائد وليه نظريته الحربية رفض الصلح، وعرف ان اكيد الصلح ده مش هيكون ليه اي فايدة على المسلمين، واكيد دي خدعة منهم. وانتهى اليوم الخامس ولكن بدون قتال. وبدأ سيدنا خالد في تعديل وتنظيم الجيش من تاني وفق للعدد اللي باقي معاه، وقدر ان يجمع كتيبة بقيادة ضرار بن الازور، وامر الكتيبة دي انها تقف خلف الجيش الروم. وجمع خالد كل القوات اللي كانت معاه ودعم بيها ميمنة الجيش، واللي على مدار ايام الحرب كان التركيز كله عليها. وامر كتيبة تانية انها تستخبى ورا جبل وما تشتركش في المعركة، وكانت اوامره ان الجيش الاسلامي هو اللي هيبدأ بالهجوم الاول. وفعلا جه اليوم السادس وهجمت القوات الاسلامية على جيش الروم، ولكن خالد ركز على ميسرة جيش الروم، وقدر خالد ان ينهي على ميسرة الجيش الروم بالكامل. وفي اللحظة دي امر هافان القوات الروم انها تنسحب وتهرب من ارض المعركة، لانه عارف ان خالد بن الوليد قائد مش سهل زي ما سمع عنه. ولكن هم بينسحبوا قابلتهم كتيبة ضرار بن الازور وقتلت منهم اعداد رهيبة. ولما غيروا طريقهم ابتدوا ان هم ينطوا من فوق الجبل، ومات من جيش الروم كتير جدا. وانتهت المعركة بنصر ساحق لجيش المسلمين، وخسر جيش الروم اكتر من نصه في المعركة. وبانتصار المسلمين في المعركة دي قضى المسلمين على تواجد الروم في جزيرة العرب بالكامل. قد ايه تاريخنا جميل ومشرف، وعندنا قادة عظام نفتخر بيهم. ياريت نعرف اولادنا ماضيهم علشان يقدروا يصنعوا مستقبل لنفسهم. وهنا انتهت حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.